كي دايرين صافا؟ انا غادي نهضر في واحد الموضوع اللي دارني في خاطري، عييت من سكوت عليه، ما بغيتش ندخل في هذه المواضيع ديال دنيا باطمه وسعيده شرف، حيت كاين اللي مع وضد، وانا ما بغيتش نكون في الوسط مع وضد. ولكن فاش غادي نبقى نشوف انا ندوه صحفيه فيها مصيبه ديال الصحافه، العالم تيتفرج داك ندوه صحفيه، واختي منين تتعرفوا ديروا لنا ندوات صحفيه سعيده شرف، وديريها بعدا على البلاد، وديريها بعدا على المشاكل اللي عندنا، ديري على الاساسي ديال الاضراب، ديري على غلاء المعيشه، ديري على الدراري اليتامى اللي مدمرين في ديور اليتامى، ديريها على الزواج القصيرات، شله مشاكل عندنا في البلاد اللي يديروا علينا ندوه صحفيه. شتي كون كنتي تطرقتي لشي موضوع في البلاد بديك ندوه صحفيه اللي طلعتي ديريها لنا دابا، شله مشاكل حليتو لينا. كون كان هاد الشهورين كاملين اللي تيديروا لنا ندوات صحفيه بحال هاد الندوه هادي ولا هادي، وراه حنا بزاف د المشاكل، وهاكا المغرب عامر تيجيبوا لنا غير التفاهه، هذه غير التفاهه. والمغرب شله مشاكل عندنا، خاصنا الناس اللي تنوض تهضر عليهم واللي نبينوهم ونقولوا شنو دارنا ونوضوا دايرين لنا ندوه صحفيه عليهم. نحمد داك السيده كما الحق كما بغا يكون الحال، تتبقى بنت بلادنا وما نبغيولهاش الحبس، عندها جوج بنات مغربيه جنسيه مغربيه اللي غيمشيو للبحرين، الا مشات دخلت للحبس يمشيو للبحرين يتربى. وما تنظنش شي اب ولا شي ام يبغي يحرم من ولادها جوج بنات، تدخل للحبس وتخرج ما تلقاش بناتها، عيب وعار. بركه ما ناكلو في لحمها، بركه عليها غير شنو وقع عليها. ونزيدو نقول لكم واحد الحاجه تقولوا لي دارت علاش البنات، راه الضغط يولد الانفجار. راه هاد السيده اول ما بانت في مسابقات، شله مسابقات، شنو وقع؟ كلشي تنمر، كلشي تنمر عليها، نيفك شنيفك دادا هادي ما خلاو ما قالوا فيها. يا ربي السلامه، يعني حطي راسك في بلاصتها، كون كنتي انت اللي تنمر عليك الناس بداك الطريقه اشنو غديري؟ غديري كفاس من هادشي انك تواصلي مع واحد الحساب وهمي. اوكي، يعني سعيده شرف طلعت البارح شنو قالت؟ قالت هي حمزه منبيبي ما قالتش، قالت لك نلقاو عندها بالله هو مول الحساب اللي مصيفط ليها التصويره، ومول الحساب اللي سولها وهي جاوبت بداك الطريقه. والدنيا بعد ما قالت لكم هذا الحساب كان تيهضر مع جميع المشاهير وتيقول لهم كاين اللي تينتقدوا، كاين اللي تيبغيه. مهم حنا ما ندخلوش في الموضوع حيت ما عارفينش الخبايا ديالو الفري، نهضروا غير على بركه ما ناكلوا في الحمى. راه كما كان الحال تتوقع بنت بلادنا، راه كما كان الحال، راه الا دارت شي غلط راه الصحافه اللي زاروا اللي كلات في الحمها والناس اللي تنمروا عليها، راه التنمر هو اللي خلاها تغلط. وإلا غلطات قال لك اللحم فاش يخناز تيهزوه ماليه. ما نبغيولهاش حنايا الشفايه في جميع الدول العربيه بلاتي تيهضروا عليها غتدخل الحبس ويزول ليها ولادها. والله الا عيب وعار، والله الا عيب وعار.